حلوين. النهارده اعرفكم شنطة الدرس بتاعتي لأول يوم. طبعا بكرة عليا درس ماس، ولسه جايبة الكتب بقى، وحبيت ان انا احضر، ولسه هحضر الهدوم. طبعا دي النهارده اعرفكم طريقة طورية، مش طورية يعني بتسهل عليكي الموعد بطريقة جميلة جدا جدا. وان شاء الله هتحبوا الفيديو ده، وان شاء الله نوصل فيه في اكبر عدد من اللايكات والمشتركين يا رب العالمين. اولا كده دي شنطة الدرس بتاعتي، تمام. هتسألوني بقى هي فيها ايه وجواها ايه بالظبط. هعرفكم. اولا انا هفتح اهي شنطة فتحتها. اولا فيها كراسة الدرس بتاعتي، كراسة ماث اهي، تمام. تاني حاجة ادي كراسة الماث. عندي الكتب كلهم، اوكي. ادي ده الكتاب الصغير، ده بتاع الامتحانات. والامتحانات طبعا هنا بتكون فيها صعبة شوية، اوكي. وادي الكتاب كمان المتوسط، اهو الكتاب برضو في اصعب منه اهو، اوكي. وبيجي معاه الحاجات دي، جدول بقى وحاجات زي كده يعني، تمام. تالت حاجة معايا بقى الكتاب الكبير خالص، هما دول اهو. ده هنا بقى بتقرأي وبتحلي. في ناس كتيرة جدا جدا تعملها لوحدها، اوكي. تعالي هنا مثلا تقرأي هاني هاز اوكي. انتي مثلا لسه بتشتهجي. هاني هاز 800 لا 850 pounds. He has a brother some تقريبا يعني some 125 pounds. LED معناها pounds، محدش يقولها layers عشان layers دي مش كلمة، هي كلمة بس مش بتاعت فلوس يعني. How much money remained with هاني، تمام. انتي بقى ايه بتقعدي مع نفسك بقى وتستهجي، يا اما انتي تروحي درس لتعليم القراءة. طبعا الحاجات دي في الكتاب، وبصوا الحاجات دي، بس انا مش هقصها عشان انا معايا فلوس كتيرة خالص، اوكي. تمام. فالصراحة حاجة جميلة جدا جدا. وانا كمان عليا 3 دروس، يعني ده حاجة هتديكي جميلة جدا. انا الدرس الكتاب اللي انا باخد فيه سلاح التلاميذ هو في حاجات صعبة، بس ده هيميزك كويس قوي. يخليكي تعرفي تحل الامتحانات، وكمان بيخليكي تعرفي تقرأي بطريقة جميلة جدا جدا، وان شاء الله تتعلمي من وسط الكتب دي. وكمان الباهر كونكت ده الانجليش جريد 2 الترم التاني. وهنا برضو ده الترم التاني، ده جريد 2 الترم التاني، وده برضو جريد 2 الترم التاني، اوكي. طبعا بعد بكرة عليا يعني بكرة انا عليا امتحان، فانا مش عارفة هعمل ايه بقى. انا طبعا مجهزة حاجتي، جايبة كمان مقلمتي. هتقولولي انت حاطة فيها ايه؟ طب هنا ايه دي؟ بصوا، ولا هنا ثانية بس افتحها. طبعا اهي
المقلمة بتاعتي فيها مسطرة، ودي كده عشان لما المس مثلا اللي عايز طريقتها هعمل ان شاء الله الفيديو، بس انتوا اكتبوا لي الاول عشان ما حدش بيكتب. مثلا الناس مدياني واجب احطها كده، وما بروح البيت بلاقي بقى الواجب وخلاص. تمام. معايا الوان وبرايه واستيكه وقلم جاف وقلم رصاص والوان، وزي ما انا قلت لكم وادي الفلوس دي طبعا عشان المس بتدينا درس فلوس، فانا مش هقطع اللي في الكتاب عشان ما بوظش شكله. تمام. دي قفلتها عشان ما تبوظش. طبعا هتقولي لي مش لازم يكون معاكي حاجات كتيره شنطه طوارئ، لا خالص، هي دي فحاجه كويسه جدا. تمام. اهو انا الحاجه بتاعتي اهي، وهقفل بقى عليها وخلاص على كده، وهبدأ ان انا ارتبها. الترتيبة سهلة يعني. انا هنا اولا اوكي، والحاجة هنا انا هبدأ ان انا ارتبها. ادي الشنطة بتاعتي، احط فيها كتاب الماث، ثانية عشان هي بس بطيئة شوية اهو. هبدأ ان انا احط كتاب وقع، اوكي هجيبه عادي، وهبدأ ان انا احط الكتاب دوت. تمام. اوكي انا جبت اهو، ادي الكتاب الصغير. تمام اهو. اخر حاجة كراسة الماس، هي جديدة ما فيهاش اي حاجة مكتوبة، لسه جديدة يعني. فهبدأ ان انا احطها كده، احط المقلمة واقفل المفتاح، وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد. بس باي، بحبكم.